ركز كده معايا شويه واسمع الكلمتين دول. الرزق ده بتاع ربنا، هو عارف مين يستحق ايه. كلنا في الاخر متساويين 24 قيراط، بس باختلاف نعم ربنا علينا كلنا. كل حد فيه حاجه مميزه بتخليه مختلف عن التاني. اوعى تستكتر حاجه عند حد ومش عندك، اوعى، لان التركيز في نعمه حد تاني وحقدك عليه المستمر ده ممكن يسحب منك النعمه بتاعتك وانت مش حاسس، وبعدها هتحس ان انت قد ايه كنت بني ادم غبي ونظرتك قليله. احمد ربنا على اللي معاك يسيبك، اتمنى الخير لغيرك زي لنفسك، ربنا يزيدك. اوعى تفضل باصص طول عمرك على نص الكوبايه بتاعتك الفاضي وتنسى ان في نص تاني مليان. طب وانا هتحسد على ايه يعني؟ انا ما حلتيش حاجه تحسد عليه. بص يا سيدي، يحسدوك على صحتك، ذكائك، اخلاقك، يحسدوك على جوازك، على علاقاتك الكتير. ممكن تتحسد على اكله انت اكلتها، على عيالك، على طريقه لبسك، على لياقتك وشغلك ورزقك وشكلك وعلى بيتك. بيحسدوك لو ربنا خدك يوم الجمعه، بيحسدوك على اتفه شيء تفكر ان هو ملوش لازمه عندك. انت لو قاعد من الشغل وهو مطحون يقول لك يا بختك، احنا مطحونين وانت مريح دماغك وجسمك من الشغل. الحاسد ده مش بيحسد على حجم النعمه، الحاسد بيستكتر عليك